اكيد هتقوم معاها، مش هتقوم سليمة. ليه ده كله؟ ما اعرفش. عشان المخ الناشف، عشان المخ الصعب، عشان المخ الناشف والمخ الصعب. وهم طبعا اخدوها المستشفى واخدوها تتعالج والكلام ده كله. الناس بتسأل ليه. وبعدين خلي بالك والدتها كانت في الشغل، هي لها اخين وبس، اخواتها شغالين. يعني عيلة محترمة وناس كويسة جدا والله، ناس كويسة جدا جدا جدا. ووالدها من اللي بيسمعه والحاجات اللي بيشوفها خايف على بنته، بنته وحيدة وخايف عليها. بس العيل ساعات بيفهم الخوف غلط، اقسم بالله ساعات الولد او البنت بيفهموا. يعني ما تزعلوش مني، احنا لو شدينا بنزعل، لو رخينا لا، لازم خير الامور الوسط يا ناس، خير الامور الوسط. ما تمسكش الحبل وتربطه لدرجة انك تخنق بيه ولادك، لا. ولازم الطراوة في التربية، لازم الطراوة في التربية. ما ينفعش انك تبقى ناشف في كل شيء، غليظ. لا، الغلظة بتجيب مهالك. انتوا فاهمين الرباية؟ انتوا يا تسيبوا خالص يا تربطوا خالص. ايه اللي بيحصل ده؟ خاوي بنتك وخاوي ابنك، اسمع لهم. قلنا 5000 مرة اسمع لولادك واسمع لولادك. بصوا، حتى لو حرمت ولادك من الموبايل، مع خروجهم مع اصحابهم مع بيشوفوا، بيقعدوا جنبيهم وبيشوفوا. ده ممكن من المصروف بتاع ايديهم يجيبوا موبايل ويتعاملوا معاه من وراكم. ما تفكروش اللي انتوا بتعملوه ده صح. لا اللين خالص ينفع ولا الشدة خالص تنفع. لازم ولابد من الامور الوسط. الامور خير الامور الوسط يا ناس. ده احنا ديننا دين وسط، ما ينفعش كده. هو يا رقص يا خنجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عيلة زي دي لما اتعمل فيها ده كله، دي تتجوز ازاي ولا تعيش ازاي لما الحوض بتاعها اتكسر وتنيل خالص وايديها ورجليها؟ هي مش صغير، ده عندها 23 سنة. وربنا يسترها على الجميع. والله العظيم الواحد حزين عليها، حزين عليها، وفي نفس الوقت عايز الواحد يمسك ابوها ده. بس هقولي كل واحد بيفهم تربيته بطريقته، كل واحد بيربي بطريقته. لكن نسمع لبعض، نفهم بعض، يشوف غيره ويشوف غيره ايه اللي بيحصل، بعد عنك بيعمى.